أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأولى حلقات برنامج آخر كيان. النهاردة حلقتنا هتكون مميزة، بس قبل ما نروح لبرنامجنا النهاردة أحب أن أنا أعزي شعب فلسطين كله في مجزرة رفح. امبارح كان الطريق مزدحم جدا للجنة، نسأل الله أن يتقبل شهيدهم. لا نملك لهم إلا الدعاء، ربنا يصبرهم يا رب ويسمع دعائهم ودعائنا اللهم أمين. برنامجنا النهارده برنامج كيان ميديا، هو البرنامج الاول والمتخصص في اكتشاف المواهب تحت رعايه طبعا الداعم الاقوى والمعروف ان هو دايما بيكون داعم للمواهب، وهو المهندس حسين سليمان. النهارده هيكون معانا كمان في لجنه التحكيم الفنانه اللي كلنا بنحبها جدا، الفنانه اللي تعودنا دايما عليها، وهنسالها النهارده ايه اخر اعمالها التلفزيونيه. النهارده هتكون هي معانا عشان تقيم المواهب، وهي الفنانه نور المصري. اهلا وسهلا بحضرتك يا فنانه، منوراني النهارده في لجنه التحكيم، واتمنى ان هو يكون برنامج وحلقه خفيفه على حضرتك يا رب ان شاء الله. نبدا برنامجنا النهارده مع الموهبه الاولى، وهي موهبه التمثيل، رمضان محمد. ازيك يا رمضان؟ اهلا وسهلا بك يا فندم. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ممكن تعرفنا بنفسك يا رمضان؟ اعرفكم عن موهبه. اسمك الاول؟ رمضان محمد. تمام. سنك قد ايه؟ 20 سنه يا فندم. موهبتك ايه النهارده يا تمثيل. طيب ممكن تورينا بقى مجهزنا ايه النهارده؟ بقلد الاستاذ احمد زكي. ممكن اعمل اخر لقاء لي؟ حبيبي، كل لحظه واحنا طيبين بتعدي من حياة الإنسان وهو في نجاح وتقدم وإنجاز، وهو بكامل صحته، يعني احمد ربنا واشكر فضله. عبد الحليم ده كان حلم حياتي من وانا في اولى معهد فنون مسرحيه. كنت دايما اقول لعفاف شعيب اللي هي كان زميلتي في الدفعه، هيجي اليوم اللي اعمل فيلم على حياه عبد الحليم حافظ. عبد الحليم مات بسبب مرض بالهرسيا. المرض اللي عندي ده سببه مرض بالهرسيا. عايزكم تدعوا لي ان ده بجد حلم حياتي. اشوف وشكم بخير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان ما شاء الله عليك، انت بتمثل بكل جوارحك. ايه رايك يا فنانه؟ هو بيمثل بكل احساسه، يعني متقمص شخصيه احمد زكي الفنان الكبير طبعا، رحمه الله عليه. وطبعا برضو بتشتغل على نفسك اكتر واكتر، وجميل جدا. طب قول لي يا رمضان، انت امتى حسيت ان انت عندك موهبه؟ ده انا لما كنت في المدرسه يا فندم كنت بقلد المدرسين. لما كانوا يطلعوا من الحصه كنت اخش اقلدهم. طب وش معنى الفنان احمد زكي بقى اللي انت اقتبست ليه مشاهد، ولا عشان انت اصلا يعني شكله؟ عشان انا واخد شكله متقمص شخصيته. في حد بقى بيشجعك يا رمضان؟ يعني في حد قال لك انت عندك موهبه مثلا وابدا ان انت تشتغل عليها او تنميها؟ كنت في المدرسه. الاستاذ اول ما شافني قلدته زي كده كنت فاكره هيضربني. اول ما شافني راح وداني بعد ما خلصنا الحصه واحنا مروحين زي كده، كان في قصر الثقافه عندنا في كوبومبو. راح وداني فيه قال لي انت استمر وان شاء الله هتبقى حاجه صبيه. طب انت ممكن تقول لنا مشهد تاني يا رمضان؟ مشهد تاني هتختاروا برضو الفنان احمد زكي؟ احمد زكي ممكن اجيب مشهد لمحمد رمضان، الاستاذ محمد رمضان. تمام. بتاع الاسطوره ده لما راح قدم في وكيل، راح يقدم في النيابه وما اتقبلش. تمام. ولا وكيل النيابه ولا حاجه حقي، ما قبلونيش عشان مش قد المقام. بس انا عايز اعرف ما قبلونيش ليه. مذاكره وذاكرت تقدير وطلعت على دفعتي 4 سنين، سمعه وكل الناس بتحلف باخلاقي. المفروض اعمل ايه؟ ان انا امي ست غلبانه وابوي راجل حداد. المفروض اعمل ايه في اهلي؟ انا ما اخترتهمش، كتر خيرهم ربوني وعلموني اصلا. بس كده يا فندم عشان مش مذاكر وصبي. برافو عليك يا رمضان، فنانتنا الجميله.
هو رأيك؟ جميل جدا، بس يعني ايه، محتاج الجرأة اكتر، وان انت تدخل الشخصية وتلبسها يعني بكل حواسها ورياكشناتها، بالحركة بالإيماءة، فاهمني؟ تمام. وبعدين يعني ما تخافش ان يكون حد قاعد قدامك، لازم ما تهووش، تمام. فاهمني؟ خليك في الشخصية، ما تحسش ان حد حواليك. تمام. تمام. رمضان، احنا لازم ناخد بنصيحة الفنانة الكبيرة نور المصري ونبدأ ان انت تشتغل على نفسك اكتر. انت موهوب فعلا ما شاء الله، رياكشناتك كويسة جدا، بس انت يعني ايه، خلي فيه جرأة. احنا عايزين نشوف منك مشهد كمان يكون تمام. فيه جرأة اقوى من كده. طب ممكن اعمل مشهد بتاع الاستاذ احمد زكي بتاع الخطاب ذاتي؟ هو انت لايق عليك الفنان احمد زكي اتفضل. حدث بسيط في الزاوية الحمراء، خناقة زي خناقة بين أي جيران، غسيل في بلكونة مواطن، نزلت مية على غسيل بلكونة المواطن اللي تحتيه، الظاهر إنها مية مش ولا بد يعني، تتحول لإشاعات، والصفة إن في مصر فتنة طائفية، وفي ناس بيستخدموا ولاد الشبان وقود للنادي، وأنا بحذرهم جميعا وبقول لهم إن دي ديمقراطية لها أنياب وتقدر تحافظ على نفسها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برافو عليك يا رمضان. انت بتتقمص شخصية الفنان احمد زكي رحمة الله عليه بكل جوارحك، ويعني حتى تعبيرات والرياكشنات بتاعتك. لما عمل الأسطورة ما كانش فيه رياكشنات زي ما عمل دور الفنان احمد زكي. فالنصيحة بقى من الفنانة نور تهتمي بيها دايما. اتفضلي يا فنانة. هو الواضح ان انت متقمص شخصية الفنان الكبير احمد زكي، وحلو، بس برضو تشتغل على نفسك اكتر واكتر، وتكون جريء ان انت تلبس الشخصية صح. تمام. بطبيعية يعني، مش تمثل، التمثيل لا يمثل. ان انت تمسك الشخصية بكل جوارحها، باحساسها، برياكشناتها، وتشتغل اكتر واكتر. محتاج جرأة وانت بتمثل. تمام. تمام. شكرا ليك يا فنانة على تقييمك النهاردة لأول موهبة معانا. انتظرونا بعد الفاصل مواهب أخرى، تمثيل وغنى برعاية المهندس حسين سليمان. انتظرونا. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، ولكن النهاردة معانا الفنانة نور المصري. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت اللي كانت موجودة فيها معايا عن أعمالها في السوشيال ميديا، وطبعا هي متألقة كالعادة، ولكن النهاردة عايزين نتكلم معاها عن آخر أعمالها التلفزيونية ونبارك لها كمان عليها. منوراني النهاردة يا فنانة. ميرسي جدا يا حبيبتي. ايه آخر أعمالك بقى التلفزيونية؟ آخر أعمالي فيلم اسمه 111 اف، بطولة أنا والفنان أحمد سلامة، إخراج المخرج مهاب عماد. وطبعا عملت أعمال كتير مع المخرج حسام الدين صلاح، مسرحية الفراعنة قادمون، مذكرات إبليس، وأعمال أخرى زي فيلم كواليس إبليس، فيلم كلاب الليل، أمسية الماس الأبيض، أعمال كتير يعني. طبعا أنا بشكر الداعم الأول للمواهب المهندس حسين سليمان، اللي بيدعم كل موهبة وبيشجعها طبعا، وبيقدمها بطريقة مشرفة جدا. ده عجبني فيه جدا. وطبعا بيعمل لهم أعمال جميلة جدا، كل المواهب بيقدمها صح، وتدريب مجاني. بشكره جدا جدا، وميرسي جدا لكل العاملين على برنامج كيان ميديا، كيان المواهب، لا كيان ميديا. كيان ميديا. بشكرهم جدا، والإعلامية الجميلة المذيعة عبير خليفة، ميرسي جدا ليكي. طبعا عايز تسألي عن سؤال تانية؟ احنا فرحانين بوجودك معانا النهارده، وان انتي من لجنه التحكيم معانا. عايزين بقى نشوف المواهب بتاعتنا النهارده وتقيمها لنا. اهلا وسهلا بيك. عرفنا بنفسك. محمد صفت. ايه موهبتك يا محمد؟ تمثيل. عندك كام سنه؟ عندي 26 سنه.
طيب محضر لنا حاجه النهارده؟ ان شاء الله. يلا اتفضل. ليه سبتني كده؟ سبتني وانا صغير ومتني في الشارع، ولفت عليا الايام، واحده لقيتني في الشارع وعملت زي امي وربتني، وجاي في الاخر تاخدني. كبرت وشفت مصلحتي وتعبت ولفت في الشارع، جاي تاخدني عشان اشرف عليك، عشان مصلحتك. ليه كده؟ انا ما عملتش معاك حاجه. ليه ليه لمتني في الشارع وانت خدني في حضنك وربتني؟ جميل يا محمد. ده دور بقى انت بتعمل رياكشن ان والدك كان راميك في الشارع ومش مهتم بيك وجاي ياخدك بقى وانت كبير. ايه رايك يا فنان؟ هو جميل جدا، ومحتاج برضو ان انت تشتغل على نفسك اكتر واكتر. زي ما قلت برضو اللي قبلك، ان انت محتاج الجرأة اكتر واكتر. ما تهبش اي حد يكون موجود قدامك، انت قدامك هدف لازم توصل له. لازم ان انت تأدي الشخصية بكل رياكشناتها بالحركة. يعني الوش فيه 36 واكتر من رياكشن مختلف تعبيري يعني، فلازم التعبير بالحركة وبالرياكشن. وجميل جدا ان شاء الله. بونبونية الحلقة. عرفي نفسك. ندى ابراهيم. عندك كام سنة يا ندى؟ 15. تالتة اعدادي. امسك المايك يلا، ورينا بقى موهبتك الجميلة النهارده. بفكر فيكم مش بنساك، وباقي عليكم مش هيأس، ومهما تغيب انا فاكراك، مادام عايشة وبتنفس. بفكر فيكم مش بنساك، وباقي عليكم مش هيأس، ومهما تغيب انا فاكراك، مادام عايشة وبتنفس. حرام الحب بعد سنين يضيع بكلمة ولا اتنين. حبيبي انا وانت بني ادمين، غلطنا بيبقى مش مقصود. في بعدك عايشة مهمومة، ومن اللي عملته مصدومة، وحاسة كأني مقسومة، ونص التاني مش موجود. بكل ما فيا أنا عايزك، ونفسي إنك تكلمني، عشان حسيت وأنا سايباك بروحي بتتسحب مني. تعالى وقولي أي كلام، أنا هصالحك أكيد بعده. أنا مش عايزة بينا خصام، عشان أنا قلبي مش قده. برافو عليكي. الله. بونبونية. بونبونية الحلقة النهارده. موهبة جميلة جدا، والله عليكي بجد. صوتك سلس قوي 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 يا نور، وهادي، والتون بتاعته هاديه جدا جدا. بصي انا ما بقيمش، بس بصراحه ممتازه. اتفضلي يا فنانه. لا طبعا جميلة جدا، وصوتك جميل وموهوبة جدا. عارفة المقامات لحد ما. صوت طرب، صوت طرب أصيل. يعني أنا عاملة صالون إحياء الطرب الأصيل والأغاني الجميلة بتاع زمان، فأنتي صوتك جميل جدا وطرب. ومن حظك الجميل انت ممكن تكوني مع الفنانه كمان. حسن، موهبتنا النهارده الأخيرة، عرف نفسك. بس أنا أستاذة اسمي حسن فتحي من أسوان، فأنا يعني بحب التمثيل، يعني لفيت كتير، فاتجهت اتجاه المهرجانات يعني، وتسميت صاصة الأسوان على أساس إن أنا أوصل لمجال التمثيل، إن أنا ألاقي فرصة يعني. عندك كام سنة؟
انا عندي 28 سنه. طيب هتغني النهارده ولا هتمثل؟ لا انا جاي النهارده عشان خاطر موهبه التمثيل وكده. طيب محضر لنا حاجه النهارده؟ محضر مشهد طب اتفضل. مشهد عن الغربه وكده يعني. تمام. ماشي. ارجع فين يا محمد؟ وارجع فين وانت فاكرني ان انا اتغربت عشان خاطر انا فرحان بالغربه؟ انا اتغربت يا محمد من اللي شفته في حياتي. اتغربت عشان خاطر ظروف ابويا التعبانه، وبصيت لرقدة امي التعبانه. امي اللي عيانه وانا مش عارف اجيب مصاريف العلاج يا محمد. اوعى يغرك الصوره اللي انت بتشوفها على الستوري ولا على الحاله دي. الصوره بتوصف نفسها ان هي بتضحك غلب. انا عاوز يا محمد لما ارجع وانا رافع راسي واقول لابويا اطمن بكره هيبقى احسن. قومي يما وخفي من مرضك واطلعي عشان تزوري بيت الله. تراب بلدنا يا محمد يتشال فوق الراس، بس مش معنى كده ان انا ارجع دلوقتي. انا عاوز ارجع يا محمد وانا بقول للغربة باي باي، ارجع بلدي وابقى واثق في نفسي ان انا هبقى حاجة لما اجي ساعتها. كلام كتير يا محمد شايله بس، ودموع محبوسة في عيني ومغرغرة، بس دمع الرجال غالي يا محمد. برافو عليك يا حسن، برافو عليك. الله يخليك. متمكن جدا قدام الكاميرا يا الله يخليك. حسن. رأي حضرتك ايه يا فنانة؟ هو المشهد جميل وكلماته جميلة جدا، المشهد إحساسه، ولكن محتاج الإحساس أكتر. يعني أنت بتقول قومي يا أمي، قومي يما، قومي خفي علشان تحجي بيت الله. محتاج الإحساس أكتر في المشهد، إن أنت بتقول لأمك قومي قومي خفي. يعني عايز الإحساس أكتر، عايز إن أنت تشتغل على نفسك، إن أنت تحس الشخصية أكتر علشان تطلع للجمهور طبيعي مش تمثيل، كأنها يحسها كأنها حقيقة. حضرتك في اداء يعني احسن من كده، بس انا يعني نظرا للحلقه وكده، فيعني اللي هو انا مش عاوز اطول على حضرتك، بس هو في اداء احسن من كده بكتير عندي يعني. هو جميل جدا، بس تسلم انت الله محتاج يخليك. ان انت تشتغل على نفسك اكتر واكتر، وان انت تحس الشخصية بكل احساسها. احساس الفنان مهم جدا فعلا. في التمثيل. نصايحك يا فنانة النهارده معانا في الحلقة مهمة جدا جدا، وبتمنى من الضيوف ان دول النصايح بتاعة الفنانة نور المصري يمشوا على الخطة اللي هي قالتها بالظبط ويشتغلوا على نفسهم اكتر، وان شاء الله نشوفكم في اعلى المراكز. بشكر حضرتك جدا على تواجدك معايا النهارده، بشكركم وبتمنى لكم النجاح والتوفيق دايما يا رب. وبشكر المهندس حسين سليمان الراعي الرئيسي لكيان ميديا. وهندي بقى فرصة لبونبونات الحلقة ان هي تقول لنا نقطة صغيرة بس بسرعة في عجالة، اي حاجة انت عايزاها. يلا عادي لنا اي كوبليه صغير من اللي انت غنتيه. شيرين، حافظه اي حاجه لوردة او نجاة، شادية، شيرين، اي حاجه بس بسرعه. لا ما تتوتريش، امسكي المايك يلا خالص. تمام. ام كلثوم. تمام. رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه. اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع هيحسدوه ازاي عليا، انت عمري، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، اللي
طبعا نسيت اقول حاجه كده بالنسبه للاستاذ حسين. اتفضلي. طبعا في فيلم جديد بينه وبين الاستاذ حسين اسمه وصيه اب. في مجموعه كبيره من النجوم، وطبعا في وجوه شابه، وجوه جميله، وجوه واعده طبعا، لان المهندس حسين يعني بيقدم كل الموهبه اللي بتكون مدفونه بيطلعها طبعا للنور. انا بشكره جدا جدا، لان بجد يعني جميل ما اطلق عليه الداعم الاول للمواهب، الداعم لكل موهبه جاده بيظهرها للنور بطريقه مشرفه. انا بشكره جدا، ميرسي جدا. شكرا. كنا معاكم النهارده في اولى حلقات برنامج كيان ميديا، وانتظرونا مع اقوى حلقات كيان ميديا لدعم المواهب برعايه المهندس حسين سليمان مع الاعلاميه عبير خليفه. شكرا.